واحدة واحدة تحوطيه بالاهتمام والحب والدعم لحد ما يحس انه الكون انتي. هلو يا حلوين، اهلا بيكم في حلقة جديدة من كيف تصطادين عريسا. جهزي اسلحتكم ويلا بينا نصطاد. النهارده بقى موضوع الحلقة بتاعتنا ازاي تصطادي الراجل اللي بيحب اصحابه ومرتبط بيهم جدا، يعني على طول معاهم. طيب هتخلي الراجل ده يبقى معاك ازاي وهو عايش وسط اصحابه طول الوقت؟ يعني بيخلص شغل يجري على اصحابه، يرجع من على اصحابه، يروح على البيت، يروح الشغل، ما بيخرجش بره محور صحابه. ازاي بقى تصطاديه؟ والله انتوا بتتعبوا نفسكم على الفاضي، والله انا بريحكم، والله انا بساعدكم، بس انا اصلا الحاجات دي ما بحبهاش. انا راجل بتاع صحابه بسيبه لاصحابه، بتاع امه بسيبه لامه، خاين بديله بلوك. بس انا بقول لكم عشان في بنات يا عيني بتتدبع على جوزها وبتحب الناس دي اللي انا مش فاكماكم من وسط الكون، بتنقولي حاجات غريبه. ماشي، ازاي بقى اكسب ود الراجل اللي مرتبط باصحابه؟ هو عنده شله مرتبط بيهم جدا. لو قعدتي بقى حضرتك تقولي له انت كل حاجه مدي وقتك لاصحابك، انت بتهمني، انت على طول مع اصحابك، فين وقت انا؟ زن خناق هيخنق منك وهيهرب. لكن لو عايزه تكسبيه، ازرعي نفسك وسط شله صحاب، استخدمي ذكائك واسلحتك كأنثى. شوفي هو مثلا بيقعد مع اصحابه في كافيه، في مطعم، كل يوم بينزلوا ويخرجوا في مكان، قولي له انت حبيبي طب عرفني على اصحابك، انا والله حابه اتعرف عليهم وابقى معاك على طول واشاركك الحياه الجميله دي، انا ما عنديش برضو يعني اغير شويه جو انا وانت، يلا. فانت اللي تشجعيه وتطلبي، فتنزلي تقعدي مع الشله تتعرفي عليهم واحد واحد، تفهميهم كويس جدا، تفهم ايه اللي بيحصل، بس اوعي تبقي شبه، اوعي خليكي بشخصيتك حتى وانتي قاعده وسطهم. اسلوبك معاه ما يتغيرش، لكن حاولي تسيري جو اصحابه. شوفي اقرب واحد في اصحابه مين وتبقي قريبه منه وتفهمي عنه اكتر، وتخليه كمان يحبك او يحترمك فيبدا يصدر ده لحبيبك. فخليكي ذكيه في التعامل، لكن هتقعدي تقرفيه مش هيكمل معاكي، لان الراجل اللي بيبقى حياته اغلبها صحاب فلازم انتي في الاخر تقبلي الامر الواقع في صحابه. ازاي بقى اخليه اللي مع اصحابه؟ بذكائك. عرفناه وقعدنا معاهم وصاحبناهم ونزلت معاه مره واثنين وثلاثه ووريته ان انا مش معارضه مع اصحابي. مره بقى يجي يخرج مع اصحابه، ما تروحيش انت وتسيبيه هو يروح. روح يا حبيبي، اوكي انا كمان خارجه مع اصحابي، لازم تحسيني انت ليكي حياه تانية زي ما انت ليك صحاب، انا كمان عندي صحاب. فيبدا هو يحس ايه ده، دي ما بقتش تيجي معايا وبتروح، طب مين صحابها، طب مين مش عارف ايه، طب انا كمان عايزه اجي اشوف صحابك. فيبدا يطلب يجي مع صحابك، فهتلاقيه ساب صحابه وجه في مره تانية معاكي انت. فهنا بدا ياخد خطوه انسحاب من عند صحابه شويه، ما انت بقى عندك صحاب فهو عايز يروح معاكي بقى يشوفهم، فضوله بقى هياخده تقعد مع مين تعمل ايه. لو صحابك لطاف وظراف يعزموه مره تانية، قولي لاصحابك فيجي مره تانية. مره تالتة اعزميه انت في مكان، حبيبي تعالى نروح كذا، عندك مشوار، حبيبي انا محتاجك، يقول لك انا كنت خارج النهارده بس متفق مع الشباب والبنات ان احنا نقعد مش عارف، معلش يا حبيبي طب بس اصل انا كنت محتاجك تيجي معايا جدا، كنت نازله اشتري حاجه هديه لمامي ومحتاجك اخد رايك فيها، فممكن تاجل، وهكذا. تبداي تسحبيه ناحيه حياتك وتشغليه باهتماماتك واحدة واحدة، تحوطيه بالاهتمام والحب والدعم لحد ما يحس انه الكون انتي. هو لوحده هيبدأ ينسحب من صحابه، ولو كان بيقابلهم كل يوم هيبدأ يقابلهم مرة في الأسبوع، بعد كده مرة في الشهر، لما انتي تملي حياته بمشاغلك بقى، بحبك، بدعمك، انما مش بالخناق. يا رب اكون فدتكم وتكون حلقة بجد نفعتكم. ده للبنات اللي بتحب الرجاله اللي عندها حوارات حقيقي، يعني انا بحب السهل الممتنع، الراجل يجي لي كده سهل ممتنع. واستنوني في حلقه جديده ومهمه من كيف تصطادين عريسا. وما تنسوش احنا دايما اللي بنصطاد، ما حدش بيصطادنا، والصيده اللي ما بتعجبناش بنرميها ونصطاد غيرها. السلام عليكم.